بتشتري موبايل جديد دلوقتي ومعاك مبلغ 15000 جنيه ما يزيدوش جنيه، فانت هتكون قدام حيره صعبه. تشتري موبايل مضمون متجرب بقاله شهور، ولا تشتري الموبايل الاجدد اللي لسه نازل طازه وتوفر من ميزانيتك كمان؟ الفيفو في 60 لايت 5G ضد الريدمي نوت 15 5G. انا جربت الموبايلين وجاي اديلك الخلاصه. في فيديو النهارده هندخل جوه تفاصيل الموبايلات دي وهنشوف حاجات اعتقد انت ما شفتهاش قبل كده، علشان نشوف مين فيهم الموبايل الافضل بالنسبه لاستخدامك. وفي معلومه او نصيحه او اعتبرهم نصيحتين كمان مهمين جدا في اخر الفيديو. المهم لايك للفيديو علشان يوصل اسرع لكل الناس. دعوه من قلبك لاخواتنا بالفرج القريب، ويلا بينا نبدا المقارنه. تصميم الموبايلين بالكامل من البلاستيك، ونصيحة أخوية، أنا عارف إن أنت بتدور على خامات أحسن، بس في الفئة دي ركز مع المواصفات اللي تعيش معاك. كشكل فهي أذواق. الفيفو مسطح تماما ما فيهوش أي حوارات، إنما الشاومي الظهر والشاشة كيرفد على بعض داخلين جوه فريم رفيع يوحي لك إن هو أشيك شوية. وقول لي في الكومنتات أنت بتميل لأنهي تصميم فيهم أكتر. الماسكة مختلفة. الشاومي ريشة حرفيا 178 جرام، من أخف الموبايلات في فئته السعرية، انما الفيفو اتقل 194 جرام واعرض كمان، وده ممكن يكون راجع للبطاريه الاكبر اللي هنتعرف عليها كمان شويه. الشاومي مقاوم لاندفاع الميه اي بي 66، الفيفو مقاوم للطرطشه والمطره والكلام ده اي بي 65. وعموما ما تنزلش بايدك اي موبايل من الموبايلات دي جوه الميه، لان هم مش مقاومين للغمر الكامل جوه الميه. وبالنسبه للحمايه فالشركتين بيقولوا ان هم مقاومين للصدمات وبتاع، بس كده كده انت هتعتمد الجراب اللي جاي جوه علبه الموبايلين. ونروح للشاشات. الاثنين 677 بوصه اموليد فول اتش دي بلس بتردد 120 هرتز. الفيفو بيتفوق في الشاشه في دعم الاتش دي ار 10 بلس. الخاصيه دي هتلاقيها موجوده مثلا جوه اليوتيوب في محتوى الاتش دي ار، ومش موجوده للاسف في الشاومي. بس شاومي بيتفوق في معدل تعتيم مريح للعين اكتر 3840 هرتز. هتريح عينيك لو انت بتتحسس من الشاشات الاموليد. فيفو مش معروف الفليكرنج بتاعه قد ايه. وطبعا في فرق واضح في اشكال الشاشات. الشاومي شاشه كيرف شيك، الفيفو مسطح وعملي. وقول لي انت بتحب مين اكتر. وعلى فكره حواف شاشه شاومي كمان حسيتها اقل شويه من حواف شاشه فيفو. كتجربه بقى في السوشيال ميديا وفيديوهات والكلام ده، فالشاشتين ممتازين جدا جدا، مش هتشوف فيهم اي مشاكل. الاثنين هيقدموا لك تجربه كويسه جدا. وبالنسبه للسطوع تحت الشمس اركن الارقام خالص. فعلي الاثنين تحت الشمس هتشوفهم بشكل واضح جدا، ولكن في حاجه اخدت بالي منها وانا بصور بالموبايلين دول تحت الشمس، ان الشاومي بيزق البرايتنس اكتر بشكل واضح من الفيفو. يعني وانا بصور بالموبايلين تحت الشمس كنت شايف شاشه شاومي احسن من شاشه فيفو. وكمان حتى وانا بتفرج على الصور اللي انا صورتها برضو تحت الشمس كنت شايف شاشه شاومي احسن من شاشه فيفو. شاشه فيفو مش وحشه، بس شاشه شاومي جت علت عليها شويه في بعض السيناريوهات في البرايتنس تحت الشمس. وبالنسبه للحمايه فالشركتين مش قايلين نوع الحمايه المعلنه، بس بيقول لك ان الاثنين ما تخافش يعني لو حصل لهم حاجه ولا وقعوا ولا اي حاجه. عامه انا شايل دلوقتي السكرينات من على الموبايلين، فيعني ربنا يستر. شايلها بقى لي كده حبه بجرب، تشوف بقى الخرابيش والكلام ده كله. انا ما بحبش اوقع الموبايل كتير من ايدي، بس انت يعني اديني رايك. قول لي شايف مين هيكون عملي معاك اكتر وعمره اطول، شاشه مسطحه في الفيفو ولا الشاشه الكيرف بتاعه الشاومي؟ وفي كلام كتير بقى لقيته في الجروبات على خط اضاءه او تسريب اضاءه بيظهر في الفيفو في الحته اللي جنب الفريم كده. يا جماعه دي مش تسريب اضاءه، ده اعتقد بسبب ان الشاشه راكبه فوق الشاسيه بتاع الموبايل مش غطسه جواه، فممكن مع بعض السيناريوهات والاضاءه عاليه شويه تحس ان في ضي او خط اضاءه خفيف كده. حاولت اصوره لكم على فكره، يعني هو مش مؤثر تماما، وانا معايا الموبايل من ساعه ما نزل، وزي ما قلت لك انا شايل السكرينه وما عنديش اي مشكله. وانت اكيد عندك حق ان انت تخاف على الفلوس اللي انت هتدفعها في الموبايل، بس ما تقلقش، كده كده معاك ضمان فيفو في مصر كويس جدا. لو حصل حاجه لا قدر الله للشاشه ممكن ترجع لهم. اما الاداء بقى ففيفو جايب معالج من ميديا تك دايمنسي 7360 تيربو، الشاومي بمعالج من كوالكوم سناب دراجون 6 جين 3، الاثنين طبعا جيل خامس. الفيفو بذاكره تخزين اسرع يو اف اس 3.1، والشاومي ابطا يو اف اس 2.2. وللاسف الموبايلين وقت تصوير الفيديو ده على اندرويد 15، يعني حتى الفي 60 لايت 5G ما نزلوش اندرويد 16 فاينل او النسخه الرسميه النهائيه. انا متضايق شويه من تاخر فيفو في وصول النسخه الجديده من الاندرويد 16 المبنيه
مبنيه على الاوريجين او اس السوفت وير الاحسن كتير اللي نزل بالفعل للفي 60 ونزل كمان لبعض موبايلات فيفو الثانيه القديمه، ولسه ما نزلش الموبايل ده. هو نزل له بيتا وكان فيه مشاكل كتير، يعني لو انت ظاهر عندك البيتا ما تحدثلوش، هو المفروض يتشال لانه في مشاكل زي ما قلت لك. انتظر النسخه النهائيه اللي هتغير شويه من تجربه الموبايل ده، لان الفان تاتش زي ما قلت لكم قبل كده هو مايل اكتر للاندرويد الخام، ما فيهوش اضافات كتير وهتحس بفضا كده شويه في السوفت وير. ما علينا من القصص دي. المفروض ان فيفو بتوعدك ب3 سنين تحديثات اندرويد، يعني هيوصل لاندرويد 18. الشاومي المفروض في وعد ب4 سنين تحديثات اندرويد، يعني هيوصل لاندرويد 19، ممكن سنه زياده، الله اعلم. يا جماعه دي كلها وعود شركات، انا ما شفتش كمان 3 سنين ولا كمان 4 سنين اللي هيحصل. انا بقول لك الكلام اللي بيطلع من الشركه هيتنفذ ولا لا، هيتاخروا فيه قد ايه ولا لا، دي حاجه انا ما اقدرش اعرفها. بالنسبه بقى لتجربه المعالجين فالاثنين ادائهم متقارب على ارقام برامج الاختبارات، وحقيقي في التجربه الفعليه الموبايلين ادائهم كويس جدا وسريع وسلس، وما اعتقدش ان انت هيواجهك اي ازمه في استخدام الموبايلين دول من ناحيه الاستخدام اليومي العادي. هتلاقي في بعض برامج فيفو انشط، في بعض البرامج الثانيه الشاومي انشط. بس في حاجه لاحظتها كده، ان تكتيفه الواجهه في فيفو اكتر شويه من تكتيفه الشاومي. يعني الشاومي انعم شويه مثلا في فتح ابلكيشن الكاميرا والخروج منه والبلاي ستور والسيتنج وبعض البرامج اللي المفروض تبقى اوتومايزد على الموبايل جدا. لقيت ان شاومي انعم شويه من فيفو، بس برضو مش ده الفرق اللي احنا جايين نتكلم فيه. انا بقول لك اهو الاثنين هيقدموا لك تجربه يوميه مرضيه جدا، ولو انت اشتريت الفيفو قول لي رايك في تجربته اليوميه، ولو انت اشتريت الشاومي قول لي رايك في تجربته اليوميه. بس في فرق بقى في السخونه. الاثنين مع الضغط الشديد ومع الالعاب الثقيله مش هينزلوا ترددات، يعني مش هيحصل تقليل او دروب في الفريمات، ولكن احساس السخونه في الايد في الشاومي بيكون اكتر، وده ضريبه الرفع الزياده للموبايل. انت خدت موبايل رفيع جدا باداء معقول، اول ما الموبايل يحاول يجيب اخره في قوه الاداء فالسخونه بتظهر في الظهر عند الكاميرا، بتظهر في الشاشه من عند الحته اللي قصاد الكاميرا في الشاشه. بس هي مش حاجه قاتله او مش عيب قاتل زي ما بنقول، لان الموبايل نفسه مش بيثروتل او مش بيقلل الترددات بتاعته. بالنسبه لبابجي فالاثنين للاسف شغالين لحد دلوقتي على 60 فريم، مفيش دعم رسمي اكتر من كده، والله اعلم مين هيوصلوا 90 فريم الاول. فمن الاخر تجربه الاداء متقاربه جدا في الموبايلين. ممكن بقى اللي يختلف معانا البطاريه. الشاومي ببطاريه 5520 ملي امبير، والفيفو ببطاريه 6500 ملي امبير. وحقيقه انا قلتها كتير قبل كده، الفيفو واحد من افضل الموبايلات في تجربه البطاريه في الفئه المتوسطه، هيكمل معاك لتاني يوم من غير شحن. انما الشاومي بطاريته معقوله بس هتكمل لاخر اليوم من غير شحن، صعب تكمل لتاني يوم. فرق بقى التجربه الفعليه ما بينهم حوالي 20% في البطاريه. يعني انت لو اخر اليوم معاك في الشاومي 20%، هيبقى معاك في الفيفو 40%، وده رقم مش قليل. وكمان في تفوق للفيفو في سرعه الشحن، معاه شاحن 90 واط بيشحنه في اقل من ساعه، انما الشاومي معاه شاحن 45 واط بيشحنه في ساعه وربع. فواضح كده ان في تفوق او اكتساح لفيفو في البطاريه والشحن. بس يعني احقاقا للحق الشاومي اسرع في الشحن العكسي 18 واط من ال6 واط بتوع الفيفو لو انت بتشحن اجهزتك من خلال الموبايل، يعني تستخدمه كباور بانك. مش عارف بقى دي بالنسبه لك حاجه مهمه ولا ايه الكلام. بالنسبه للبصمات فالموبايلين بصمتهم تحت الشاشه وادائهم كويس جدا. الاثنين فيهم مايك اضافي لعزل الدوشه، وفيهم خاصيه الNFC. وكالعاده شاومي بتتميز بسنسور الاي ار علشان تتحكم في الاجهزه الكهربائيه. سنسور التقارب بتاع المكالمات سوفت وير في الموبايلين شغال بنسبه 70-80%. وبالنسبه للاصوات فهم استيريو في الموبايلين. وخلينا نبدا بالشاومي ونعلي الصوت على الاخر 300%. اهلا بيكم في الجزء الثاني من مراجعه سلسله الريدمي نوت 15 من شاومي، والمره دي معانا البروهات. ويلا نسمع الفيفو على 400%. اهلا بيكم في الجزء الثاني من مراجعه سلسله الريدمي نوت 15 من شاومي. بص الصوت في فيفو لما توصله 400% بيكون اعلى من شاومي لما توصله 300%، ولكن طبعا على حساب جوده الصوت. الصوت بيكون حاد او فلات، ما فيهوش طبقات بيز، على عكس الشاومي اللي حتى على 300%، فجوده الصوت والبيز بتاعه كويسين جدا جدا. وبالنسبه لشبكات الاتصال والواي فاي فهي ممتازه في الموبايلين. ممكن ادي افضليه لفيفو لان هو متجرب بقاله كتير والشبكات بتاعته حلوه. لسه النوت 15 5G ما تجربش كتير قوي في حته الشبكات، بس تجربتي معاه كانت كويسه في جزئيه الشبكات. ونروح لاخر حاجه، الكاميرات اللي ممكن تكون اختلاف كبير ما بين الموبايلين. الشاومي بعدسه رئيسيه 108 ميجا بكسل، انما الفيفو بعدسه رئيسيه 50 ميجا بكسل، والاثنين فيهم مثبت بصري، والاثنين فيهم عدسه الترا وايد 8 ميجا بكسل. والسلك
سيلفي في شاومي 20 ميجا بكسل وفيفو 32 ميجا بكسل. الموبايلين بيصوروا بورتريه لحد 2 اكس من خلال طبعا العدسه الرئيسيه، الموبايلات دي طبعا ما فيهاش عدسه تيليفوتو، وبيصوروا فيديوهات بالكاميرا الخلفيه 4K 30 فريم بثبات في فيفو ومن غير ثبات على 4K في شاومي، وبيصوروا فيديوهات سيلفي 4K في الفيفو، انما في شاومي زي ما قلت لكم قبل كده اخره 1080 بس. خلينا دلوقتي نركن الكلام ده كله على جنب ونشوف التجربه الفعليه للتصوير بالموبايلين دول عامله ازاي. نبدا بصور الاشخاص او البورتريه. اول صوره في الشمس 1 اكس، فيفو مصفر الصوره شويه وده الطبيعي، الشاومي مزرقها. واما نشوف التفاصيل فيفو بيكون اشطر في معالجه الجلد عن شاومي، بس الشعر في شاومي بيكون احسن. ودي بورتريه 2 اكس في الشمس، وبرده فيفو معالج الجلد احسن بفرق عن الشاومي، واخد ستايل الايفون شويه. دي بورتريه 2 اكس في الضله، شاومي مسيح البشره في بعضها، فيفو متدخل فيها جامد، معالج الصوره جامد علشان شكل الجلد يبان احسن. ودي مجموعه صور تانية بورتريه 1 اكس 2 اكس في الضله بتوضح لك اكتر فرق معالجه الموبايلين للبشره. طيب لو بتصور عادي مش بورتريه، هنا في الصوره دي عجبني اكتر شاومي عن فيفو. بالليل بقى دي صوره عاديه مش بورتريه نايت بالموبايلين، وفيفو احسن بكتير. ونرجع نصور بورتريه بالليل، فيفو بيكون احسن بفرق عن شاومي، خصوصا بوجود اورا لايت، ده فلاش في فيفو بتستخدمه في البورتريه بالليل علشان الصور تكون اوضح، صراحه بتكون حلوه قوي. الفيفو مكتسح بالليل. طيب والتصوير العادي، مباني، لاندسكيب، عربيات، زرع، كتفاصيل وكونتراست وحده صور فيفو احسن، بس كتلوين شاومي احسن، واتش دي ار احسن شويه. بس مشكلتي مع شاومي بيمسح او بيسيح تفاصيل الصوره في بعضها، بيخليها ممسوحه شويه. الكلام ده لاحظته في معظم الصور اللي صورتها الصبح او في اضاءات معتدله. اما التصوير بالليل مع النايت مود فالاداء متقارب، مفيش فرق جوهري ما بينهم. السيلفي في فيفو احسن شويه، بيعالج البشره احسن، بيلون الصور احسن، وبيلقط تفاصيل اكتر. بس مع اللون الاسود ممكن تلاقي فيفو مفتحه شويه على عكس شاومي اللي بيحافظ عليه، بس تفاصيل الوش في شاومي تكون ممسوحه شويه. في اضاءه داخليه من غير النايت مود الشاومي عجبني في السيلفي اكتر، اما بالليل مع النايت مود فعجبني سيلفي فيفو اكتر. اكتب لي كومنت حالا دلوقتي قول لي رايك، عجبتك انهي كاميرات اكتر، الفيفو ولا شاومي؟ سيبكم مع تصوير الفيديوهات. دلوقتي احنا بنجرب نصور بالكاميرا الخلفيه على 4K في الموبايلين. هنلاحظ اول حاجه ان في اهتزاز في موبايل شاومي بسبب ان المثبت البصري مش بيشتغل على 4K، لازم تنزل لحد فول اتش دي، انما في فيفو هتلاقي المثبت البصري شغال عادي جدا. في حاجه تانية لاحظتها، حاسس كده ان الوان الفيديو في شاومي احسن شويه من فيفو، مش عارف هل ده بفضل المعالج الكوالكوم مثلا ولا ايه الكلام. وكمان حاسس ان انا شايف الشاشه بتاعت شاومي احسن شويه وانا بصور الفيديو من شاشه الفيفو. فخلينا كده نختبر الموبايلين جنب بعض ونشوف اقل من شاومي في تصوير الفيديوهات كجوده انما ثابت عنه ولا ايه الكلام. دلوقتي احنا بنجرب نصور بالكاميرا الخلفيه على 4K في اضاءه الاستوديو بتاعتنا، وخلينا نشوف بقى مين بيطلع جوده احسن، عشان لو في صانع محتوى ولا حاجه عاوز يشتري موبايل فيهم يختار مين فيهم بقى، يختار الشاومي ولا يختار الفيفو. معانا كده العلب، وادي وش تاني، وادي العلب تاني. شايفين مين احسن؟ انا مش شايف حاجه اكيد. تصوير السيلفي على 4K في فيفو، انما في شاومي للاسف اخره 1080. وانا دلوقتي واقف وفي وش الشمس، فخلينا كده نشوف مين اللي هيعالج البشره بشكل احسن، الفيفو ولا الشاومي. طبعا الفيفو بيتهز على 4K ودي حاجه مش حلوه، وحتى الفي 60 الاغلى منه بيتهز برده على السيلفي ال 4K، انما كده كده الشاومي ثابت على ال 1080. بالنسبه للاسعار، الريدمي نوت 15 5G هتلاقيه في المحلات نسخه 256 و8 في حدود 14000 جنيه، ملناش دعوه بالنسخه العاليه ال 512 و12 دي بره الميزانيه. اما الفي 60 لايت 5G هتلاقيه في المحلات ال 256 و8 في حدود ال 15000 جنيه، ملناش دعوه بالنسخه ال 256 و12 دي بره الميزانيه. الموبايلين طبعا ضمان محلي زيرو ضريبه، بيشغلوا شريحتين اتصال 5G، والشاومي بيتفوق في ان انت ممكن تشغل كارت ميموري مكان الشريحه الثانيه. الموبايلين طبعا غير داعمين للاي سيم. وصلنا بقى للراي النهائي، خليني اقول لك عصاره تجربتي للموبايلين دول وكل واحد بيتفوق في ايه. الريدمي نوت 15 5G موبايل خفيف رفيع اشيك، شاشته كيرف بحواف اقل وسطوع فعلي اعلى، ومعدل تعتيم للعين مريح اكتر، صوت ستيريو ممكن يكون بجوده احسن شويه، وفي سنسور اي ار اللي انتوا بتحبوه، وكواليتي تصوير الفيديوهات على 4K بالكاميرا الخلفيه كويسه كجوده، ولكن ينقصها الثبات، وبيدعم تركيب كارت ميموري مكان الشريحه الثانيه، وفوق ده كله ارخص 1000 جنيه من الفيفو. اما الفي 60 لايت 5G فهو بيتفوق
طبعا في تصوير البورتريهات او الاشخاص. هو افضل موبايل في فئته السعريه في الحته دي. بيصور 4K بالكاميرا الخلفيه بثبات و4K بالسيلفي ولكن من غير ثبات. سخونته اقل، ذاكره تخزين اسرع، ودعم ال HDR في الشاشه. واهم حاجه البطاريه الاكبر والشحن الاسرع بفرق ملحوظ. دلوقتي الكوره في ملعبك، تجيب النوت 15 5G وتوفر ال 1000 جنيه ولا تزود وتجيب ال V60 لايت 5G؟ دلوقتي وقت النصيحه او النصيحتين اللي وعدتك بيهم في اول الفيديو. النصيحه الاولى، لو قلبك مايل او رايح للفيفو V60 لايت 5G هاته وما تنتظرش كتير، لان لو انت مستني ال V70 بقى باصداراته اليت لايت ايا كان المسميات فالتسعير مش هيكون احسن حاجه في 2026. خدها مني معلومه، ال V60 لايت 5G هو الموبايل اللي انا بحاول اقنعك بقالي شهور ان هو افضل صفقه نزلت من فيفو. والله اعلم هينزل صفقه زيها تاني ولا لا. انا بتكلم على السعر مش بتكلم على المواصفات. ما طبيعي ممكن ينزل جهاز اقوى من كده في المواصفات، بس انا بتكلم عن التسعير الممتاز للجهاز ده. النصيحه التانيه، لو بقى انت رحت او فكرت في النسخ الاعلى من الموبايلين دول، يعني ميزانيتك طلعت فوق ال 15000 جنيه، وصلت بقى 16 17000 جنيه، فعندك موبايلات تانيه ممكن تفكر فيها هتدي لك تجربه. انا بالنسبه لي ممكن اكون شايفها احسن او مش احسن، دي حاجه بقى ترجع لكم. انا كنت مقارن السامسونج جي 36 والاونر اكس 9 دي والفيفو في 60 لايت 5G في فيديو قبل كده، فما حبيتش ان انا احشر وازحم الفيديو وكركب الدنيا كده، لان انا بالفعل قارنتهم قبل كده، فممكن ترجع للمقارنه. وساعتها انا فاكر ان انا قلت على الفيفو ان هو ممكن يكون افضل صفقه علشان بس تسعيره. فهي دي الفكره، احنا مركزين مع الموبايل ده علشان النسخه الاقل بسعر ممتاز. بس لو عاوز تزود ومش عارف ترتاح لاي سوفت وير موبايل صيني واخد على سامسونج، فال 36 مش هيزعلك. لو انت عاوز تلعب ببجي على 90 فريم وعاوز شاشه ممكن تكون احسن وعاوز بطاريه اكبر شويه، فممكن ساعتها تفكر في الاونر اكس 9 دي، بس على حساب الكاميرات تجربتها مش احسن حاجه، اضعف كاميرا تقريبا في الفئه المتوسطه. ولو انت عايز حاجه بالانسد ما بين السوفت وير الكويس، الكاميرا الكويسه، والبطاريه الكويسه، المعالج مش اقوى حاجه بس بيشغل ببجي 90 فريم، موبايل سعره رخص شويه، هو الريلمي 15 5G، سعره دلوقتي في حدود ال 17500 جنيه تقريبا. الموبايل ده بسعره الجديد هيقدم لك تجربه كويسه جدا. يعني من الاخر معاك 15000 جنيه فكر في الموبايلين دول، زودت الفلوس ممكن تفكر في الاختيارات التانية اللي انا قلت لك عليها. وبس كده انا خلصت الفيديو. احب اشكرك جدا لو وصلت معايا للنقطه دي، اكيد تتاكد انك عملت اللايك علشان الفيديو يوصل اسرع لغيرك. تكتب لي كومنت حالا وتقول لي لو انت اخرك خالص 15000 جنيه وبتشتري موبايل جديد في السوق مش موبايل مستعمل، هتشتري ايه من الموبايلات اللي احنا قلنا عليها. وتاكد انك عمل لنا سبسكرايب لو بتشوفنا اول مره على اليوتيوب، فعل زر الجرس علشان تشوف مراجعات ومقارنات جديده للموبايلات اول باول. كان معاكم احمد سعيد من موقع موبيزل، سلام.